مونديال اقل من 17 سنه. المغرب نحبوا ولا نكرهوا عندنا فريق قوي. انا شفتهم يلعبوا وشفت الفريق تاعنا نتاع الجزائر. يعني كاين فرق بين المستوى نتاع الجزائر ونتاع المغرب، من اللاعبين تاعهم احسن من اللاعبين تاعنا، هذه نقولوا حقيقه. انا شاهدت المغرب وشاهدت الجزائر تبعتهم مليح. مشاهدينا الكرام، لأول مرة غادي نشوفوا الإعلام الجزائري كيشكر في المغرب. ما علينا إلا نقولوا سبحان مبدل الأحوال، وشوفوا معايا هاد الفيديو هذا. مونديال اقل من 17 سنه. المغرب نحبوا ولا نكرهوا عندنا فريق قوي. انا شفتهم يلعبوا وشفت الفريق تاعنا نتاع الجزائر. يعني كاين فرق بين المستوى نتاع الجزائر ونتاع المغرب، من اللاعبين تاعهم احسن من اللاعبين تاعنا، هذه نقولوا حقيقه. انا شاهدت المغرب وشاهدت الجزائر تبعتهم مليح. سي محفوظ معليش، انت شاهدت المنتخب الجزائري؟ شفت المنتخب مليح. شاهدت المنتخب المغربي؟ شفت المغرب. عندك صح. تكتيكمون كيف تشوف الحوار؟ الاخرين ils sont plus forts علينا. في كال بوان؟ sur le plan jeu, sur le plan organisation، تنظيم في اللعب، ما من اللاعبين تاعهم احسن من اللاعبين تاعنا، هذه نقولوا حقيقه. انا شاهدت المغرب وشاهدت الجزائر تبعتهم مليح، ولكن اليوم المدرب يلعب دور كبير. وبدا سعيد شيبه اللاعب الخلوق السابق اقول للمنتخب المغربي والمتواضع والمدرب الحالي طبعا للمنتخب المغربي. الفريق المغربي عنده تشكيله متميزه، يعني عنده تشكيله متكامله. والمدرب واسمه تاع المغرب كيفاش دخل سير لو بلون تاكتيك صح، كيفاش دار لهم لو بلون تاكتيك همهم اي بورتون دريريات عندهم واحد زوج ولا ثلاثه مرات كباك ليطوال درسهم مليح. لي دو جوار لي تكنيكمون ملاح دارهم رومبلاسون هذاك الكوشي واللي ملهي هذاك اللي دخل. اذا مشاهدينا كيما شفتوا هذه كانت تصريحات جميله من الاعلام الجزائري في حقنا احنا كالمغاربه. ما غاديش نتعجبوا لانهم راهم خاوتنا، غير الله يهدي ما خلق، وكنتمناو العلاقات ترجع كما كانت مزيانه، ونتمناو الحداده تفتح، ونتمناو نرجعوا خاوه ديال بصح. مشاهدينا كنتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم، وراه اكيد غادي يعجبكم، لان بحال هاد التصريحات هذه كتهمنا احنا المغاربه وكتعجبنا اذا جات من عند خوتنا الجزائريين. والى فيديو اخر ان شاء الله.